ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة بقى وصفة لذيذة وخطيرة وطعمها جميل جدا. تنفع مع الرز، تنفع مع مكرونة، تنفع لوحدها حتى في الدايت. ممكن ناكلها كده لوحدها في الدايت. وهي كفتة الرز الاقتصادية اللي هي بدون لحمة. عايزة اقول لكم انها خطيرة رغم انها من غير لحمة، بس طعمها جميل ومتماسكة ومش هتفرقوها صدقوني عن اللي باللحمة. وهنضيف لها كمان، يعني مش هنسيبها كده نشويات بس، لا هنضيف لها كمان البروتين النباتي، بروتين غني بالمعادن كمان. هنشوف الحاجات الموجودة فيها والمكونات اللي موجودة في الكفتة. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي هنا اول حاجة هجيب ربطة من البقدونس، هغسلها كويس وهقطعها وهفرمها يا اما في الخلاط عندي او في الكبة. هضيف لها شوية مية صغيرين خالص عشان احنا مش عايزين سوائل. بعد ما ضربتها في الكبة هضيف بقى عندي هنا نص كوباية من الرز المنقوع. طبعا الرز هنا بعد ما اتنقع، يعني بعد ما اتنقع عملت منه كوباية كاملة. وبرغل برضو منقوع، اخدت منه برضو كوباية بعد ما اتنقع. والحمص الشام بعد ما اتنقع 6 ساعات برضو اخدت منه نص كوباية. وبصلاية برضو مفرومة وعصرت المية اللي فيها واخدت منها الالياف بس هنشوف برضو احنا هناخد البصل في ايه، وهضربهم كويس مع البقدونس اللي احنا ضربناه في الكبة. هيبقى سهل خالص ان احنا نضربهم مع بعض لغاية ما بقى ناعم بالشكل ده. يعني ده بعد ما اتضرب. بعد كده بقى هجيب عندي كيس من الفيجيتار وهضيف الاول معلقتين من دقيق الرز وهقلب كويس واشوف برضو هتحتاج تاني ولا لا. انا ضفت المعلقتين ولقيتها محتاجة معلقة كمان من دي الرز فضفتها. ضفت بقى البهارات بتاعتي: ملح وفلفل، بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ضفت كمان بهارات لحمة، بهارات كفتة، سماق. برضو اي بهارات انتوا حابين تضيفوها ممكن تضيفوها في الخليط ده. طبعا هنقلبها كويس، نحاول كده نقلبها كويس لغاية ما الخليط كله يتجانس مع بعض. بعد كده بقى ببل ايديا كده بعصير البصل اللي احنا كنا عصرنا البصل بتاعته، وابتدي اصبع عن